السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. الأحداث كتيرة جدا اليومين دول، عشان كده النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن حاجتين. أولا، إعلان السعودية امبارح إنها توقفت عن مفاوضات شراء المصرف المتحد المصري. والحاجة التانية عن الفدرالي الأمريكي واجتماع أو محضر الاجتماع اللي أعلن امبارح، واللي تسبب في تراجع أسعار الذهب عالميا. نتكلم الأول عن المصرف المتحد. المصرف المتحد من حوالي سنة، يعني قبل الكام تعويم اللي جم في الآخر دول، كان في مفاوضات بين الصندوق السيادي السعودي والجانب المصري عشان السعودية تشتري المصرف المتحد المصري. ده مصرف بنك اسمه المصرف المتحد، ده مملوك للدولة المصرية. وكانت السعودية أعلنت إن هي هتضخ 10 مليار دولار استثمارات في السوق المصري، كان من ضمنهم إن هي تشتري المصرف المتحد. نقطة الخلاف، أعلن امبارح طبعا في كل المواقع إن السعودية وقفت المفاوضات الخاصة بشراء المصرف المتحد. ونقطة الخلاف وفقا لما أعلن هي طريقة التقييم، يعني مصر والسعودية مختلفين في طريقة تقييم البنك، بالدولار ولا بالجنيه. في كل الحالات السعودية هتدفع بالدولار، لكن السعودية بتقول لك احنا نقيمه بالجنيه، نقيم البنك بالجنيه وبعدين نديك الدولار. مصر بتقول لك لا، البنك المركزي يقول لك لا، نقيم بالدولار وتدفع بالدولار، مش نقيم بالجنيه وتدفع بالدولار. هتقول لي ايه الفرق؟ ما هو انت لما تجيب لي مثلا قلم وتقول لي القلم ده مثلا ب 30 جنيه، او بلاش قلم ب 30 جنيه عشان الناس ما تتخضش. لما تجيب لي مثلا اي حاجه وتقول لي الحاجه دي ب 30 جنيه، فانا اقول لك طب اتفضل مكانها دولار، فخلاص عادي، ما هي. ولما تقول لي بدولار فهديكي 30 جنيه برضو، ما هي. فانت هتقول لي طب هم مختلفين على ايه؟ ما الاثنين واحد. اقول لك لا، مش واحد. ليه مش واحد؟ لان السعوديه لما بدات المفاوضات مع مصر كان الكلام ده زي ما قلنا من حوالي سنه، فكان الدولار ساعتها تقريبا كان ب 19 جنيه و70 قرش او حاجه، كان بعد التعويم الاول، يعني كان طلع من 15.70 ل 19.70 تقريبا. فاتفقوا الجانبين على رقم معين وفقا للمعلن في المواقع امبارح ان الرقم ده 600 مليون دولار. التركايه هنا بقى فين ونقطه الخلاف فين اللي ما حدش فاهمها لحد دلوقتي؟ هل هم قالوا يعني لو الدولار ساعتها كان ب 19 جنيه و70 قرش، قول ب 20 جنيه مثلا، يعني الرقم اللي معلن امبارح ان هم يشتروه ب 600 مليون دولار. فهل هم الاثنين لما اتفقوا الجانبين اتفقوا ان البنك ده ب 600 مليون دولار ما يعادل 12 مليار جنيه مصري وقتها، ولا ب 12 مليار جنيه ما يعادل 600 مليون دولار وقتها؟ في فرق هنا. الواضح من الكلام اللي اعلن امبارح ان في اختلاف في طريقه التقييم، ان ساعتها السعوديه بتقول لك ده اللي تقراه من بين السطور، ان السعوديه ساعتها بتقول لك المفروض ان احنا قلنا ان البنك ده ب 12 مليار جنيه، فالجنيه كان ب 19 جنيه و70 قرش، قول 20 جنيه يبقى مثلا ب 600 مليون دولار. دلوقتي الجنيه ب 30 جنيه والدولار ب 30 جنيه يبقى المفروض بكام؟ هم عايزين يحسبوها كده يعني، يبقى المفروض بكام؟ بحوالي 380 مليون دولار او 400 مليون دولار. مصر بتقول لك لا، او البنك المركزي بيقول لك لا، المفروض ان التقييم بالدولار. احنا حاسبينه ب 600 مليون دولار من سنه، المفروض طالما انت ما دفعتش، انا متفق معاك على الحاجه دي بدولار، الدولار دلوقتي ب 2 جنيه، ب 10 جنيه، ب 20 جنيه، انت ما دفعتش دلوقتي، انت جاي تدفع بعدين. اما تيجي تدفع في وقتها بقى، بعد سنه، بعد اتنين، بعد ثلاثه، ما تحاسبنيش بسعر الجنيه القديم. ما هو انا عومت مره واثنين وثلاثه، وطالما انا عومت فالسعر كده زاد. لان احنا كلنا شايفين كيلو الرز كان بكام وبقى بكام. ليه؟ عشان الدولار. الشقه كان بكام وبقت بكام، الحديد كان بكام وبقى بكام، الاسمنت كان بكام وبقى بكام. كل ده ليه؟ لان الدولار نط. وبالتالي لما تيجي تقيم بنك من سنه قبل التعويم غير لما تقيمه دلوقتي، مفيش وجه مقارنه خالص، كل حاجه زادت. وبالتالي السعوديه واضح ان هي عايزه تحاسب على سعر الدولار قبل التعويم اللي هو كان 19 وشويه،
فيعني عايز يقول لك لا مفيش 600 مليون دولار، لا هم يعني نحسبه دلوقتي على ال 30 جنيه اللي هو ال 12 مليار جنيه اللي كانوا متقيمين بيها ساعتها، نحسبه على الدولار دلوقتي فيطلع لك بقى 380 390 مليون دولار حاجه زي كده. مصر بتقول لك لا احنا هناخد بالدولار ال 600 مليون دولار. دي قراءات ما بين السطور. ربنا يوفق الجميع وان شاء الله يعني الموضوع يتحل. نخش بقى على الجانب التاني، موضوع الفدرالي الامريكي واللي حصل امبارح. محضر اجتماع الفدرالي الامريكي امبارح طلع ونكد على العالم كله. نكد ليه؟ لانه قال لك ان كل المؤشرات بتقول ان الاقتصاد الامريكي زي الفل وماشي كويس جدا، وانا قلت لكم قبل كده زي الفل وماشي كويس جدا. ده امريكا مش عايزاه دلوقتي، مش عايزاه دلوقتي خالص، ده عايزه الدنيا تبقى زي الزفت اقتصاديا عندهم عشان التضخم يقل. فبما ان الدنيا زي الفل، فكل التصريحات اللي طلعت من الجانب الامريكي امبارح من الفدرالي الامريكي وكل المسؤولين هناك ان سعر الفايده مستمر في الارتفاع، مستمر في الارتفاع. واضح ان هو هيطول، وربنا يسترها ما يطولش يعني اكثر من 2023 يعني. ربنا يسهل ويخلص على طول. المهم كل المؤشرات امبارح قالت كده، قالت ان الفدرالي هيكمل في رفع الفايده. عشان كده ده كان تأثيره سلبي على الذهب عالميا. وحد اللحظة وانا بكلمكم دلوقتي الخميس وانا بطلع الفيديو ده قبل الفيديو ده على طول، كان الذهب برضو مكمل نزول عالميا. كان الأوقية وصلت ل 1818 دولار. هل هتكسر ال 1800 دولار؟ مش هتكسر. مضاربات. المفروض والله اعلم. وفي واحد بيزعل قوي كاتب لي انت عمال تقول والله اعلم وما انت تطلع يعني طلع تتكلم ليه لما انت بتقول والله اعلم؟ يعني مش عارف ارد عليه يقول ايه. المهم والله اعلم. كل ما نرفع الفايده في امريكا كل ما سعر الذهب عالميا ينزل، وانتم المفروض ان انتم فاهمين ده كويس جدا. وبالتالي اسعار الذهب المفروض تنزل عالميا. احنا مالناش دعوه دلوقتي بالسوق المحلي، احنا عارفين السوق المحلي له ظروفه، ولو انه يعني بقاله شويه كده مرتبط بالسعر العالمي الى حد ما، عشان كده بيريح عالميا وبيريح هنا برضه. لكن طول ما الدولار بيطلع عندنا هنا فده بيخلي برضه الذهب ماسك نفسه الى حد ما. الذهب زي ما قلنا حتى اللحظه ب 1818 دولار عالميا. هل هيكسر؟ مش هيكسر. محدش يعرف، لان دي مضاربات. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا الراجل المستثمر الاجنبي بدل ما بيروح يحط فلوسه في الذهب يقول لك طب ما خلاص بقى، ما هي امريكا هترفع الفايده تاني، الفدرالي هيرفع الفايده، انا خاطر ليه في الذهب؟ ما اروح احطهم في شهادات هناك ولا في ودايع هناك في البنوك الامريكيه واخد فايده وخلاص وانا قاعد وحاطط رجل على رجل. عشان كده كل ما يرفع سعر الفايده في الفدرالي كل ما الذهب يهدى شويه. بس خلي بالك الناس اللي بتضرب في الذهب في البورصات العالميه مش عبيطه. يعني ايه؟ يعني فاهمين كل حاجه. يعني بقالنا اسبوعين ثلاثه كل المؤشرات والتوقعات بتقول ان امريكا هترفع سعر الفايده، مستمره في رفع سعر الفايده. فاللي بيضرب ده مش ساذج، مش هيستنى لما محضر الاجتماع بتاع الفدرالي الامريكي يطلع امبارح وبعدين يقول لك اخ ده انا ما كنتش اعرف اما ادخل ابيع. مفيش كده. هو عارف من قبلها باسبوع اسبوعين ان امريكا هترفع الفايده، او التوقعات كانت بتشير لده، وبالتالي ممكن الصبح تلاقي الدنيا عكست عادي جدا، عادي جدا، خاصه لو دخلنا في مرحله ركود تضخمي عالمي وواضح ان احنا رايحين له. واضح ايه اللي هيحصل في الحاله زي دي؟ هتلاقي كل البنوك بتشتري ذهب، كل البنوك المركزيه العالميه هتلاقيهم بيشتروا ذهب. فممكن تلاقي الذهب تاني بدا يلف لفته تاني. ممكن لو ما دخلناش في مرحله الركود دي، لو ما دخلناش يبقى هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. مش هقول بقى هينزل ولا هيطلع عالميا. زي ما قلت لكم دي مضاربات. زي ما قلت لكم حتى هنا في البورصه المصريه زي ما قلت لكم قبل كده ممكن تشتري سهم الشركه خسرانه وما عندهاش اصول وما عندهاش ومديونه وحالتها كرب، وتلاقي السهم بتاعها كل يوم بيطلع. وممكن تلاقي الشركه كل سنه بتعلن ارباح اكتر من السنه اللي قبلها، وبتعلن انها بتوزع ارباح، ومع ذلك تلاقي السهم بتاعها نازل. دي مضاربات. نفس القصه بورصه الذهب او سلعه الذهب في البورصه العالميه مضاربات. المؤشرات بتقول ايه؟ زي ما قلت لكم. الواقع ايه اللي هيحصل؟ الله اعلم، محدش يعرف ايه اللي هيحصل. لكن تاثير رفع سعر الفايده على اسعار السلع عالميا ايه؟ اكيد زي الزفت.
يعني مش هنضحك عليكم اكيد يعني. كل ما امريكا ترفع الفايده كل ما اسعار السلع عالميا بتزيد، لان تكلفه الانتاج وتكلفه الاستيراد بتزيد، وبالتالي هو يرفع الفايده من هنا والعالم كله ينكد من هنا. كل ما يرفع الفايده كل ما اسعار السلع تزيد، واحنا عندنا يعني مش ناقصه بسم الله ما شاء الله. التجار عندنا ورجال اعمال يعني المنتجين يعني قايمين بالواجب وزياده، مش مستنيين اي مبرر خلاص عشان يرفعوا، هم كده كده رافعين الاسعار. ف يعني ربنا يعدي الفتره دي على خير يا رب. وكل مر سوف يمر، هتعدي، حلوه هتعدي، وحشه هتعدي، ان شاء الله كله هيعدي. ربنا يكتب لكم الخير جميعا، وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.